متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. طريق العديد من نجوم المستديرة نحو المجد لم يكن أبدا مفروشا بالورود، فقد تعرض الكثير منهم في بدايتهم مع اللعبة للرفض من قبل بعض الأندية، ومن بين هؤلاء كان نجوم عرب وأفارقة ممن تألقوا ويتألقون بصفوف أندية عالمية، لكن المفارقة أنهم رفضوا في البدايات من أندية عربية. وهؤلاء هم موضوع فيديو اليوم من قناتكم ميد سبورت، بحيث سنقدم لكم 6 نجوم رفضتهم أندية عربية قبل أن ينجحوا بأوروبا، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. جان ميشيل سيري لاعب الوسط الإيفواري كان على وشك اللعب بالدوري المصري عبر بوابة نادي المصري البورسعيدي، حيث اتفق الأخير في سبتمبر 2012 مع أسك الإيفواري الذي كان يضم سيري بين صفوفه على إتمام الصفقة. ثم انتقلت المفاوضات للاعب الذي طلب الحصول على 600 ألف دولار، بينما عرض المصري 520 ألف دولار فقط مقسمة على 4 مواسم، ورفض دفع 80 ألفا إضافية لتفشل الصفقة وينتقل سيري بعد ذلك إلى رديف بورتو، ثم خاض تجربة مع باسوش دي فيريرا البرتغالي قبل أن ينتقل إلى نيس الذي تألق معه بشدة، وكان مطلوبا بقوة في أندية كبرى كبرشلونة، أرسنال وباريس سان جيرمان، لكن لأسباب مختلفة فشلت صفقة انتقاله لأي من هذه الأندية، وانضم لفولهام ثم جالتا سراي كمعار قبل العودة لفولهام حاليا. نوانكو كانو المهاجم النيجيري المعتزل كان على وشك ارتداء قميص الزمالك المصري عام 1993، حيث تم عرض كانو صاحب 17 عاما آنذاك على إدارة الفريق خلال فترة تواجده بصفوف هارتلاند النيجيري، وتزامنا مع تألقه رفقة منتخب نيجيريا للناشئين. وبالفعل سافر أحد أعضاء النادي لبحث إمكانية ضم اللاعب قبل أن تقرر الإدارة لاحقا صرف النظر عن الصفقة بحجة أن اللاعب لا يناسب فريقا بحجم الزمالك، ثم تعاقدوا مع نيجيري آخر لم يقدم شيئا يذكر. أما كانو فبدأ رحلة رائعة في أوروبا بعدما انتقل لأياكس، ثم لعب لإنتر ميلان، أرسنال، ويست بروميتش وبورتسموث، وكانت أبرز إنجازاته التتويج بدوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 95 والبريمير ليج الذهبي مع أرسنال عام 2004، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين. إسلام سليماني عام 2013 كان النجم الجزائري لاعبا لفريق شباب بلوزداد في بلاده، وبعد تألقه في مباراة بكأس الاتحاد العربي أمام الإسماعيلي المصري قام الأخير بإرسال عرض رسمي لضم سليماني. حينها طلبت إدارة بلوزداد رفع المقابل المادي المعروض من قبل الجانب المصري، وهو ما قوبل بالرفض من مسؤولي الدراويش لتتعثر المفاوضات ويتدخل سبورتنج لشبونة ليحسم الأمور لصالحه. ثم تواصلت رحلة سليماني بعد ذلك بالانتقال إلى ليستر سيتي في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب عربي آنذاك. وبعد موسم مع الثعالب لعب سليماني كمعار مع نيوكاسل، فنربخشة وموناكو قبل العودة إلى ليستر بداية الموسم الحالي. فرانك ريبيري بدأ كل شيء في عام 2001 خلال فترة تواجد الجناح المخضرم في بداياته مع نادي بولون الفرنسي، حيث توجه إلى مدينة سوسة التونسية للخضوع للاختبارات في نادي النجم الساحلي، إلا أن عمار السويح مدرب الفريق التونسي آنذاك رفض إشراكه في التدريبات وأسقطه في الاختبارات، معللا ذلك بأنه لاعب نحيف وقصير القامة وغير مناسب للفريق. ومن هنا بدأت مسيرة ريبيري الحافلة بعد ذلك بالانضمام لأندية أولمبيك أليس وبريست وميدز بفرنسا، ثم جالتا سراي التركي، ووصولا إلى مارسيليا ثم بايرن ميونخ، وحقبة مليئة بالإنجازات قبل الاستقرار أخيرا مع فيورنتينا. بيير إميريك أوباميانغ مرة أخرى يأتي الرفض من أندية الدوري المصري، لكن الحديث هذه المرة عن الأهلي الذي رفض في 2011 التعاقد مع المهاجم الجابوني عندما رحل عن ميلان آنذاك بعد سلسلة غير موفقة من الإعارات، حيث عرضه أحد الوكلاء على إدارة الفريق الأحمر، بل إن بعض التقارير تحدثت عن خوضه لاختبارات بالنادي في القاهرة قبل أن تقرر الإدارة الفنية رفض اللاعب بحجة عدم جاهزيته الفنية والمغالاة في سعره.
ليبدأ أوباميانغ رحلة التوهج أوروبيا بالانتقال إلى سانت إتيان ومنه إلى دورتموند قبل الرحيل إلى أرسنال. محمد صلاح. بدأ النجم المصري مشواره الاحترافي مع ناشئي نادي المقاولون العرب المصري في 2006، ومع بروز موهبته عرضه أحد الكشافين على إدارة الزمالك، إلا أن ممدوح عباس رئيس النادي في ذلك الوقت رفض التعاقد معه مبررا ذلك بأن صلاح لا يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب مع الفريق، وصرح قائلا: لاعب يحتاج للكثير من العمل، لديه ذاتية كبيرة. وكانت تلك الواقعة هي التي دفعت صلاح إلى الاحتراف الخارجي، حيث انتقل في 2012 إلى بازل السويسري ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا وروما، حتى استقر به الحال في ليفربول الذي يقدم معه مستويات مبهرة جعلته ضمن أفضل لاعبي العالم بالوقت الحالي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.